أكد المغربي بدر الزكي مدرب منتخب النيجر لكرة القدم أنه لم يصوت على اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لسنة 2024 التي فاز بها الدولي النيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتلانتا الإيطالي، والذي كان في منافسة مع الدولي المغربي أشرف حكيمي. وقال الزكي إن التطبيق الذي بعثه له موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل التصويت على اللاعب الأفضل لسنة 2024 لكونه مدربا لمنتخب النيجر لم يتم فتحه بسبب مشاكل تقنية صادفها المدرب المغربي عند رغبته في منح صوته، مؤكدا أن شخصا آخر قام بالعملية مكانه، ما جعله لم يصوت قط على أي لاعب سواء مواطنه حكيمي أو لقمان. ورغم ثنائه على أداء الدولي النيجيري الذي قدم مستويات كبيرة الموسم الرياضي الأخير رفقة منتخب بلده الذي وصل رفقته إلى النهائي كأس إفريقيا للأمم وفاز رفقة ناديه أتلانتا بكأس أوروبا، إلا أن ما قدمه حكيمي خلال الموسم الأخير يجعله منافسا قويا على الجائزة والأجدر بنيلها رغم قوة المهاجر النيجيري، معيدا تأكيده على أنه لم يصوت قط في هذا الحفل، رغم أن الكاف أكد أن كل مدربي المنتخبات الإفريقية صوتوا لأفضل لاعب، وهو الأمر نفسه بالنسبة لعمداء المنتخبات الإفريقية. وختم الزاكي تصريحه بأن الجائزة رغم أهميتها لن تضر أو تخدش من صورة ومكانة حكيمي بين كبار الكرة العالمية وليس الإفريقية فحسب، منوها أيضا باستضافة المغرب لهذه المسابقة في منافسة ثانية ناهيك عن التظاهرات الكبرى التي بات المغرب مقرا لها سواء على المستوى الإفريقي أو الدولي.